حتى أطلقت الفكر الوطني والسواعد الأردنية في بناء الأردن الحديث على أسس من الحداثة والديمقراطية، بعد أن تم وضع دستور عصري وإنشاء دولة القانون والمؤسسات. واليوم ونحن نحيي ذكرى الاستقلال ونستثمر كل معانيه ومقوماته ودعائمه في وطن نعيش فيه كل قيم الخير والتسامح والإخاء في ظل قيادة هاشمية حكيمة. نعيش زمن النهضة الحقيقية التي يشهدها الأردن كثمرة من ثمار الاستقلال، وننعم فيه بالأمن والاستقرار وسط منطقة تتقاذفها الأمواج العاتية وتلفها أعاصير الفتنة والاحتراب الطائفي البغيض، حتى أصبح الأردن واحة أمن واستقرار وسط محيط منتهب، وأصبح الأردن موئلا للأحرار وملاذا لكل مشرد وعونا لكل مظلوم. وبناء عليه فإن صيانة الاستقلال وبناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره مسؤوليتنا جميعا، لا ينفرد بها أحد ولا يمن بها على الوطن أحد، فوطننا بحاجة إلى تحصين مجتمعه من الاختراق والفتن بوحدة تجمع ولا تفرق، تصون ولا تبدد. هويته أردنية عربية إسلامية لا تقصي ولا تستثني، غايته تعلو ومصالحه لا تتقدم عليها مصالح، ووحدته الوطنية لا تقبل القسمة، يملكه جميع أهله، فلا محافظة ولا استقواء ولا استرضاء ولا إقصاء، فكلنا للوطن والوطن لنا كلنا. أما قواتنا المسلحة الأردنية